السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وفيديو جميل يا جماعة. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة عن طبعا يا جماعة المغرب وعن التقدم وعن التطور في دولة المغرب. زي ما احنا عارفين المغرب بنعتبرها دلوقتي أوروبا العرب يا جماعة، من حيث التقدم، من حيث التطور، من حيث الصناعة، من حيث الرياضة، من حيث التجارة. المغرب في حتة تانية وما تقارنهاش بأي دولة تانية في الوطن العربي يا جماعة. يعني ده ملهاش مقارنة. ما تحاولش انت تتعلم من المغرب، انما توصل ليها ده صعب يا جماعة. شوف على المستوى الرياضي انت فين والمغرب فين. المغرب في العالمية. شوف على المستوى الصناعي انت فين والمغرب فين. المغرب في العالمية. شوف على مستوى السياحة والبنية التحتية انت فين وهي فين. المغرب في العالمية يا جماعة. يعني بنية تحتية وشوارع نظيفة وقطارات وتراموي وخطوط طبعا التلفريك والقطارات السريعة. المغرب في حتة تانية، والاتوبيسات الذكية زي ما احنا عارفين اللي وصلت المغرب دلوقتي حاجة تانية يا جماعة. شوفوا الجسور بقى، وشوف الطرق السيارة بقى، والنظافة والجمال والحلاوة في حتة تانية. شوف على مستوى الرياضة الاستادات العالمية اللي أنشأتها المغرب واستعدادا لكأس العالم وبطولة إفريقيا ووصول المغرب طبعا يا جماعة. على مستوى الرياضة وصول المغرب طبعا اللي هي خدت كأس العالم للشباب في حتة تانية، في حتة تانية. ده غير كمان المنتخب الكبير اللي وصل للمربع الذهبي في قطر في حتة تانية. فأنت ما تقارنش المغرب في حتة تانية. لكن تعالوا بينا مع بعض على طول نخش نشوف واحد من أهم المشاريع في دولة المغرب عشان تعرف قد إيه إن المغرب فيها تقدم وتطور. شوف الفيديو ده وشوف الناس دي وصلت لحد فين من العالمية، وبعد كده ارجع قارن ما بينك وما بين أي دولة، وما تقارنش نفسك مع المغرب. تعال نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. هذا المشروع هو كيتجلى في إنجاز واحد المقطع ديال الطريق سيار جديد اللي كيمتد تقريبا على 30 كيلومتر. كنا كنعرفوا بان الحمد لله المغرب كيحتل المرتبه الثانيه افريقيا من حيث طول الشبكه ديال طرق السير بالمغرب، وبالتالي هذا المقطع الجديد سوف يعزز من هذه المكانه افريقيا. هذا المقطع كيربط، وهذه هي الاهميه ديال هذا المشروع، كيربط مباشره بالدال تثمليل مع بالدال برشيد مرورا مدينة مديونة. والأهمية أكثر كتجلى بأن هذا المقطع ما كيدوش في وسط مدينة الدار البيضاء. يعني الهدف ديالو هو ربط مباشر ما بين تتمليل وما بين برشيد مع عدم المرور داخل مدينة الدار البيضاء. وبالتالي شنو غيعطينا هذا؟ غيعطينا واحد تخفيف الضغط على حركة السير العابرة لمدينة الدار البيضاء. وأول مرة في المغرب تنجز واحد طريق السيار 3 المسارات في كل اتجاه. يعني قبل كنا كنبداو 2 المسارات، ومع ارتفاع حركة السير كندوزو للمسار الثالث. هنا اتخذ القرار ان شاء الله لأول مرة ننجز هاد الاشغال ب3 المسارات في كل اتجاه. هذا المشروع كذلك كيحتوي على واحد 2 ديال البدال. كاين البدال الاول اللي هو على الطريق الجهوية 315 اللي غيمكن ربط هذا المقطع مدينة مديونة. وكاين بدل ثاني اللي هو موجود على طريق الوطنية رقم 9 اللي غيمكن ربط هذا المقطع بمطار محمد الخامس وكذلك مدينة الدروة. كنجزو كذلك هذا المشروع فيه 35 منشأة فنية. شنو هما هاد المنشآت الفنية؟ هما بعض مجموعة ديال القناطر اللي كيكونوا كيدوزو فوق من اللوطوروت ولا تحت من طريق السيار. هاد 30 كيلومتر قسمنا ل4 صفقات، فيهم 3 صفقات كتهم طريق السيار، وفي صفقة رابعة كتهم واحد 4 ديال القناطر كبيرة. وحاولنا نقسموا هادو وطلقنا هاد الصفقات، وفعلا عطات الأكل ديال هاد الخطة ديال التقسيم، بحيث الحمد لله جميع المقاولات اللي خدامين في هاد المشروع ولا جميع المختبرات ولا جميع مكاتب الدراسات ولا أطر اللي كيتبعوا هاد المشروع ولا التقنية اللي كيتبعوا هاد المشروع فهم مغاربة 100%. الكلفة الإجمالية ديال هذا المشروع هي كتقدر بواحد 2.5 مليار من الدرهم. الأشغال بحال اللي سبق لي وذكرت هي بدات فعليا في الأوائل ديال هذه السنة. المقترح إن شاء الله هو نساليو هذه الأشغال خلال 2026، ولكن حنا حاطين وتنبذلوا مجهودات كبيرة باش نقلصوا من هذه الفترة. من أجل إنجاح هذا المشروع وضعت مجموعة من الموارد والإمكانيات. نذكر على سبيل المثال كاين الموارد البشريه، كاين اكثر من 35 مهندس وتقني اللي هما كفاءات مغربيه 100%، وكاين ما اكثر من 300 عامل متخصص. وايضا وضعنا واحد المجموعه ديال الاليات، كاين اكثر من 120 اليه وشاحنه في هذا الورش. بطبيعه الحال هذا
هذا العدد غادي يزيد يرتفع، لانه بالاضافه العمليات التسريبات اللي حنا كنقوموا بها دابا والمنشات الفنيه في الاشهر القادمه ان شاء الله غادي نمروا لانجاز الطبقات العليا ديال هذا الطريق. هذا البدايه ديال المشروع كانت في بدايه السنه ديال 2024 في شهر يناير، تقريبا دابا في مده 5 اشهر وصلنا تقريبا ل 25% من نسبه تقدم الاشغال. هذا الطريق اللي حنا بصدد الانجاز ديالو غادي ينقص الضغط على الطريق السيار الحالي اللي كيدوز عبر الدار البيضاء، وغادي يسهل للناس اللي جايين لا من الشمال ولا من الجنوب ولا من المنطقه ديال خريب كابني ملال انهم يمروا بانسيابيه بلا ما يدوزوا على لو وصلتوا معايا لحد كده يا ريت ما تنسوش تدعمونا بلايك الفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات وقولوا لي ايه رايكم في المشاريع والتطور والتقدم في دوله المغرب. اجمل حاجه بتعجبني في المغرب يا جماعه ان انا بحس ان الناس المسؤوله في المغرب اللي هم ماسكين طبعا اللي هو مسؤولين في المغرب يا جماعه، يعني الناس دي بتشتغل بحب، الناس دي بتعمل على بلدها رغم التطور والتقدم اللي احنا فيه في المغرب، لكن كمان الناس دي عايزه تخلي بلدها في احسن صوره. لكن كمان بيعجبني ثقافه الشعب المغربي نفسه على قد التقدم والتطور اللي هو فيه. قال لك يعني احنا شايفين نفسنا في كرة القدم في العالمية، شايفين نفسنا في السياحة والجمال في العالمية. قال لك لا، احنا كمان الشباب خرج في الشوارع وقال لك احنا عايزين نهتم بمجال الصحة ومجال التعليم ومجالات كتيرة جدا. ودلوقتي المغرب يا جماعة والمسؤولين في المغرب بيشتغلوا على المجال ده، بيطوروا نظام الصحة ونظام التعليم وكل الأنظمة اللي طالب بها الشباب. يعني الشباب يعني بسم الله ما شاء الله في ثقافة وفي وعي، الشباب عارف متطلباته ايه، عارف ايه اللي ناقصه. انما لو كنت تشوف المغرب دي من 20 سنة او من 30 سنة كنت تحس ان هي دولة يعني عادية زيها زي اي الدول، انما في خلال ال 15 سنة او ال 20 سنة بقت من اكبر الدول السياحية ومن اكتر الدول الصناعية في العالم كله من حيث التطور في الصناعة في التجارة في كل حاجة. المغرب يا جماعة اتغيرت تغير كبير جدا، الناس اشتغلت عليها بصراحة، غيروا المغرب بطريقة كبيرة جدا. يعني بعد ما كانت بتعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة جدا اصبحت دلوقتي يا جماعة بتصدر وبتدخل عملة صعبة من حيث التجارة من حيث السياحة من حيث طبعا الرياضة وكل حاجة في المغرب بصراحة فيها استثمارات قوية جدا يا جماعة. لكن تعالوا بنا مع بعض نخش نكمل الفيديو ونرجع تاني، يلا بينا. الدار البيضاء والطريق السيار الدار البيضاء بالرشيد اللي كيهم التوسعة ديال 60 كيلومتر من طرق السيارة كيندرج في اطار البرنامج المهيكل اللي سطرته الشركه الوطنيه لطرق السياره من المغرب، اللي الهدف منه تحسين ظروف التنقل والرفع من مستوى السلامه الطرقيه في المحاور من طرق السياره اللي كتعرف حركه سير كثيفه، ولتخفيف هذا الازعاج على مستعملي الطريق السيار جراء الاشغال قسمنا هذين المحورين الى 4 اشطر، حيث اننا في الفتره الممتده من 2019 ل 2021 انتهينا من تثليث المقطع الرابط بين بدال عين حروده وتيطمليل اللي هو الشطر الاول، والمقطع الرابط بين بدال محمد الخامس ومدينه بالرشيد اللي هو الشطر الرابع. وحنا الان بصدد تثليث المقطع الرابط بين تيطمليل وليساتفا اللي كنسميوه الشطر الثاني، والمقطع الرابط بين بدال سيدي معروف وبدال مطار محمد الخامس اللي هو الشطر الثالث، اللي كتعتبر الاشغال فيه هي الاكثر تعقيدا. الاشغال الان كتشرف على نهايتها في هذين المقطعين، حيث اننا في المقطع الثالث في تقدم ديال 87% وفي المقطع الثاني تقدم يناهز 60% رغم الصعوبات اللي واجهناها واللي كتمثل اساسا في حركه السير الكثيفه على هذه المحاور. وعلما ان الاشغال تمت وتتم الان في جميع هذه المقاطع مع الحفاظ على حركه السير في ممرين في كل اتجاه خلال فتره الاشغال. احنا الان كنتواجدوا في المقطع الثالث، حيث ان الاشغال وصلت لمراحلها النهائيه، بحيث انني لاحظت انتهينا من تثليث طريق السيار في الاتجاه المطار نحو الدار البيضاء، وصلنا لتقدم كبير من انهاء الاشغال في الاتجاه الاخر. انتهينا كذلك من تهيئه بدال بوسكوره اللي حنا فيه دابا، وبدينا في تثبيت الاناره العموميه على هذا المحور مع اشغال التشوير الطرقي ووضع تجهيزات السلامه. في المجمل الاشغال وصلت للتقدم اللي كيناهز 70%، وتنأمل ان الاشغال تسالي في قبل صيف سنه 2024
هذا بالنسبه لاشغال قارعه الطريق والتسليت ديال طريق السياره، على ان تنتهي جميع الاشغال من تشوير وتجهيزات السلامه في نهايه سنه 2024. هذا البرنامج الكبير اللي بدينا فيه منذ سنه 2016 واللي الان كيشارف على الانتهاء ديالو، كتقوم به شركه مغربيه تحت اشراف كفاءات مغربيه بمبلغ اجمالي ديال مليار. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى طبعا الفيديو ده يكون نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك الفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. زي ما احنا مع بعض سمعنا الفيديو وزي ما شفنا الفيديو يا جماعه، المغرب متطوره في كل حاجه. اللي ما يعرفش حاجه هقول له المغرب بتصنع دلوقتي طيارات يا جماعه، المغرب دلوقتي بتصنع قطارات، المغرب دلوقتي بتصنع سيارات بمختلف انواعها، سواء طبعا سيارات بالبترول بتمشي بالبترول او سيارات بتمشي بالكهرباء، وكمان هيصنعوا سيارات بتمشي بالهيدروجين يا جماعه. بصراحه المغرب في حته تانية من العالميه، وما تقارنش يعني نفسك او دولتك باي دوله تانية، تقارنها باي دوله تانية، انما ما تقارنهاش بالمغرب، لان المغرب لسه كتير جدا على الدول العربيه توصل للمكانه اللي هي فيها يا جماعه. اشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.